ما غاديش تيق السبب الصادم علاش هذا الراجل قطع الصباع للحفيده ديالو. في واحد العالم اللي العائلات مسموح ليها يولدوا غير ولد واحد، هذا الراجل للاسف تولدوا عنده 7 ديال البنات. باش يحميهم من الحكومه خباهم لسنين طوال، ولكن في هذا النهار لاول مره خرجت وحده منهم للمدرسه. قبل ما تدخل كان خاص السيكوريتي فيريفيو البراسلي اللي لابساه باش يتاكد باللي غير هي بوحدها اللي عند عائلتها. الا السكانر كتب طفل واحد كتمشي تقرا عادي. الحيله اللي داروا كل نهار كتخرج وحده فيهم بنفس البراسلي، والخواتات الاخرين كيبقاو في الدار. باللي كترجع البنت كيتجمعوا كاملين وكيتفرجوا في الدروس ديال النهار اللي تسجلوا بالكاميرا. العجيب في الامر هو ان كل بنت مسميها على سميت نهار من السيمانه. واحد النهار وحده منهم خرجت تلعب بلا ما تقولها لتا واحد، ولكن ما رجعاتش. جدها بدا مبرزط عليها وفجاه سمعت دقان على الباب. عطى اشاره للبنات باش يتخباو، كلهم دخلوا للبيت السري الا وحده منهم. ملي فتح الباب لقى اللي سميتها الخميس واقفه قدامه وكانت قطعت صبعها وهي كتلعب. الخطا اللي دارت الخميس خلى خواتاتها كاملين في خطر مع الحكومه، وهنا غيقرر الجد ديالهم واحد القرار صادم، غيقطع صباع البنات 6 الاخرين. لايك وسبسكرايب.